اليوم في بلدية سيدي بلعباس كي نشرف بإشراف من السيد الأمين العام للولاية على تنصيب الأمين العام الجديد لبلدية سيدي بلعباس. حصلنا على بعض الأمناء العامون، خدمنا معهم، ولكن نتمنى إن شاء الله يعني بالمختصر المفيد على الأمين العام الحالي اللي نحضر يعني شخصيا هذه المناسبة، مناسبة التعيين، أن يوفقك الله لهذه المهمة. الأمين العام هو الركيزة الأساسية للبلدية، هو يعني العلبة السوداء للبلدية، هو الأرشيف للبلدية. حقيقة تعاملنا مع السي راه يبان لي هنا السي عبد الله الهبيل كي قدمت الولاية بلعباس سنة 2019. تعاملت مع السي أحمد بن حفصة، فيه أخذ ورد كل يوم يعني في الاجتماع يعني الرسمي مجلس الولاية المجلس التنفيذي، إلا وبلدية بلعباس يشار إليها بالأصبع في وضعية سيئة متدهورة. تو بروغرام كونفوندي بلدية بلعباس إلا و يعني فيه نوع من التقصير. أين يكمن الخلل؟ وين راه المشكل؟ لو باك كان يتراوح بين كي نقول تو بروغرام كونفوندي يعني من ميتش غير البي سي دي ولا حاجة، كل كيما راه 3.8 3.4 يعني كي نقول 340 مليار يعني باقية في محك يعني بلا ما تخرج للنور. المشكل وين؟ دونك ماذا بينا صراحة يعني حتى يعني كان عندي واحد الأدلة خديتها يعني كعينة من بلدية بلعباس، لا كونفيكسيون يعني كالكو يعني دوكيمون ما كانش في المستوى. الشعبي لبلدية بلعباس يمد كل اليد والمساعدة للسيد الأمين العام، والدليل على ذلك المجلس نتاعنا احنا عقد جلسات في يوم العطل لتسهيل الأمور للجانب الإداري. هذا اللي عندنا احنا اللي لازم نقدموه، كل الناس راها تشارك وتساهم، وان شاء الله نخرجوا بمدينه سيدي بلعباس الى بر الامان. وانا كنت نقول من الاول قوه المجلس من قوه الاداره، اذا كانت الاداره قويه يكون المجلس قويه، المجلس قوي وتكون النتائج ظاهره للعيان. وانا على يقين انه بتضافر جهود سواء مع المنتخبين او الاداره اننا نخرجوا من النفق ونوصلوا للهدف المنشود، واللي ان شاء الله يكون له الاثر الايجابي والمباشر سواء على الموظف او على المواطن على حد سواء.